أعزائي المشاهدين، جمهور قناة حلوة قوي، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. لقاءنا النهاردة لقاء حصري وفريد من نوعه. موقف الأهلي والزمالك في أفريقيا، وموضوع حصلت المجموعة، والوضع المزري اللي كان فيه الأهلي والزمالك في مباريات أمس. النهاردة معانا حد هيقدر يقول لنا الأهلي والزمالك هيكملوا بعد المجموعات ولا باي باي كمبورة. معانا النهاردة ساحر أفريقي، وكمان من أدغال أفريقيا، هيقدر يقول لنا ملامح المجموعة بتاعت الأهلي وملامح مجموعة الزمالك، ومين اللي هيقدر يصعد فيهم. طبعا معانا مترجم الساحر الأستاذ فريد، ومعانا المحلل الرياضي شكشك كابتن شكشك. نورتونا وشرفتونا في قناتكم، قناة حلوة قوي. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. لو تقدر تسألوه لنا ايه اخبار الاهلي والزمالك في افريقيا. تمام. سيجيري مسكلا كلا هم تشيليش كلا بدوليش كلا تامور كي تكسين كلا تبتخير كي شامل الاهلي زمالك كي كلا تموت كي استبيت كهاي كما تاتا تسكري توتي شكرا مسكلا تبتكلاويش تمتير تكلو 1 2 2 بروي 2 سابل 2 هابي 2 2 بليب 6 بو بو. طبعا الساحر العالمي ساحرنا العظيم بيقول لكم ان الموضوع منتهي. السنجة في الرنجة، يعني لو جبتوا سحرة العالم كله مش هينفع. الاتنين حصالة معانا بقى المحلل الرياضي اللي دايما بنستبشر بيه كابتن شكشك. ايه ردك على الكلام ده، وان خلاص ان الاهلي والزمالك حصلت افريقيا ومش هيكملوا ولا هيطلعوا من دور المجموعات؟ ايه ردك؟ هو المساعد بتاعه رجال ده ساحر ده اللي كان جايبينه بتوع صن داونز قبل كده ايام موسيماني، جابوه هو. انا عاوز اسال واحد بس. اتفضل. مين اللي خلى محمد هاني ابو بخلول يشوط ضربة الجزاء بس، وبعد كده بنحكي هيصعد ولا مش هيصعد؟ بودوي شينجي يارا بستيريدي بيرو تشك توب تو شمبري جيش يا بو